السلام عليكم. كلنا شفنا يا جماعة أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي هو رافض يسلم طبعا على هشام نصر اللي هو نائب رئيس نادي الزمالك في احتفالية كأس السوبر، لما عدى من قدامه وتجاهله تماما طبعا، وكان بجواره نائب رئيس النادي الأهلي خالد مرتجي. وبعد كده هشام نصر غمز لخالد مرتجي، وبصراحة ما غمزلوش ولا حاجة، ده هو قال له شايف اللي عمله زيزو، قال له يا عادي 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 كبر مخك والكلام ده كله. الغريب في الموضوع يا جماعة في البداية، أهلا بكم في قناة تحليلاتكم، شرفونا بالاشتراك في القناة، فعلوا إشعارات الكل علشان يوصلكم كل جديد. الغريب في الموضوع يا جماعة مش إن هو طبعا أحمد سيد زيزو رفض إن هو يسلم على هشام نصر، ده غريب فعلا، ولكن الأغرب إن هشام نصر اللي هو زعلان من أحمد سيد زيزو اللي مرضيش يسلم عليه ما أبداش أي ردة فعل تجاه اللاعب هو وجاي عليه. يعني لو رجعتوا للفيديو يا جماعه متجاهله تماما، حتى ما حركش. مثلا نعرف ان واحد لما مستني ان الثاني يسلم عليه فاكيد هيرفع ايده ينتبه له كده، فالثاني يروح مثلا ما يسلمش عليه، فالطرف الاول يعتبر في وضع محرج. لكن هو واقف صنم كده ما عملش اي ردة فعل، لان عارف العمايل من جواه، والعمايل اللي هو عملها في احمد سيد زيزو اقل حاجه يعملها معاه ان هو يتجاهله في مراسم التتويج وما يسلمش عليه، وده اللي حصل. هو تجاهله تماما، احمد سيد زيزو تجاهل هشام نصر وسلم على خالد مرتجي، وايضا هشام نصر كان عارف ان هو مش هيسلم عليه وكان متجاهل احمد سيد زيزو وواقف ما اداش طبعا رياكشن او ردة فعل قبل ما اللاعب يجي يسلم عليه، لا رفع ايده ولا انتبه له ولا بص عليه، لان كان متوقع ردة الفعل، يمكن كان متوقع ردة فعل اكتر من كده من احمد سيد زيزو. المهم يا جماعه طلع كابتن بشير التبعي مع محمد شبانه في احد البرامج الرياضيه. طبعا بشير التبعي راجل محترم وراجل صريح مع نفسه وواضح مع نفسه وبيقول كلمه حق، رغم ان هو زملكاوي. وواحد طبعا كان معاهم في الاستوديو اسمه الكابتن عبد الجليل، انا مش عارف الكابتن عبد الجليل اللي ينتمي لاي نادي. المهم بشير التبعي رغم ان احنا كلنا عارفين ان هو زملكاوي قال لك كلمه حق، قال لا هو لو الفعل بتاع احمد سيد زيزو فعل غلط، اي نعم غلط، ولكن بص على المبررات، بص على الاسباب، بص على خلف الكواليس هشام نصر عمل ايه مع احمد سيد زيزو. ما هو احمد سيد زيزو راجل محترم ولاعب منضبط، واحنا عارفين عليه اخلاقياته محترمه ومنضبط جدا لابعد الحدود، فمستحيل يعمل حاجه زي كده الا وراها اسباب، الا وراها دوافع. طبعا الكابتن عبد الجليل اللي مش عارف كابتن في ايه عامل لي نفسه ان هو من كوكب زمردة او الكوكب المثالي او كوكب زحل، ما تعرفش المثاليه الكتيره اللي زايده عنده في البرنامج كانت النهارده، ويقول لك ايه لا 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 الغلط غلط، الغلط غلط، وهو عمل غلط ولازم يتعاقب، ولازم مجلس إدارة النادي الأهلي يعاقب أحمد سيد زيزو، ولازم مش عارف إيه، وأكيد في لوائح. يا عم غلط إيه؟ ما أنت تبص بشير التبعي يقول له بص على أكيد في حاجة، ما هو ما يعملش التصرف ده من دماغه، أكيد في حاجة في الكواليس. أنت تعرف مثلا هشام نصر عمل إيه؟ أقول لكم أنا هشام نصر عمل إيه. هشام نصر يا جماعة السنة اللي فاتت تقريبا شهر 6 أو شهر 7 2024، مش 2025، مش الشهر اللي فات يعني 6 7 اللي قبلها 2024، لما كان سيد زيزو لسه ما جددش مع نادي الزمالك وفي مناوشات، فنادي الزمالك اعلن ان هو طبعا محدش يتكلم في التفاصيل بتاعه التجديد بتاعه احمد سيد زيزو لنادي الزمالك، ولا يبدي رايه ولا يبدي طبعا اي حاجه على الملأ. وده كقاعده مشي بيها نادي الزمالك ككل في الموضوع ده، الا واحد اللي هو مين؟ هشام نصر. وطلع قال بتصريحات صحفيه للتلفزيون وللصحف قال لهم احمد سيد زيزو طالب 60 مليون والنادي الزمالك مش عارف عرض كام، وهو متمسك بالمبلغ، ويعني يعتبر ايه سلمه تسليم اهالي للجمهور، خلاها دخل فيه طبعا حته مناوشات مع جماهير الزمالك، وكلنا شفنا السباب والحاجات اللي حصلت تجاه احمد سيد زيزو وتجاه والد احمد سيد زيزو، كلها ده بسبب مين؟ بسبب هشام نصر اللي هو طلع احمد سيد زيزو ان هو راجل مادي جدا ورافض ان هو يجدد لنادي الزمالك رغم احتياج نادي الزمالك ليه، وصدره طبعا للجمهور. فبالتالي احمد سيد زيزو يا جماعه ما عملش كده من دماغه، ولا هو عاوز يعمل مشاكل ولا بلبله في نهائي كاس السوبر، ولكن من الضغط. طبعا عبد الجليل يقول لك لا برضه الغلط غلط والصح صح ومش عارف ايه. كابتن بشير التبعي يقول له ماشي، ما هو الغلط غلط والصح صح، بس اكيد انت ليك طاقه تستحمل، ممكن انا استحمل، ممكن غير ما يستحملش،
ممكن هو اللي جواه ما قدرش يسيطر على العواطف، فاقل حاجه يعملها ان هو ما يسلمش على الراجل اللي هو شاف نفسه ان هو اذاه واذى والده وخلى الجماهير طبعا تسبه وتسب والده، فده اقل حاجه يعملها معاه. المهم يا جماعه الحاجه المهمه الثانيه في موضوع هشام ناصر وخالد مرتجي، ان خالد مرتجي تجاهل الموضوع تماما وقال له كبر مخك وعمل له كده، أعطاه لا انتباه خالص ولا مبالاة أصلا من خالد مرتجي. وبعد كده طلع خالد مرتجي في تصريحات جديدة النهاردة، قال لك أنا مش هلوم طبعا أحمد سيد زيزو، وأيضا هشام ناصر لم يبدي أي تفاعل ولا أي ردة فعل تجاه زيزو، إن هو كان عايز يسلم على أحمد سيد زيزو، فبالتالي مش شايف فيه أي خطأ، هو اللاعب مش راضي يسلم. وأيضا هشام ناصر ما بداش مثلا ردة فعل إن هو كان عايز يسلم، فبالتالي أنا مش شايف فيها أي حاجة، والموضوع مش مستاهل الضجة دي. رغم نادي الزمالك النهارده برضه رفع طبعا شكوى للاتحاد المصري لكرة القدم من أجل معاقبة أحمد سيد زيزو. عامة كلنا شفنا اللقطة، كلنا شفنا المناوشات اللي عملها هشام ناصر السنة اللي فاتت لما كان أحمد سيد زيزو في الزمالك ورفض التجديد، وهو طلع طبعا هيج عليه نادي جماهير نادي الزمالك. في النهاية كلنا مع أحمد سيد زيزو، ده أقل حاجة يعملها. انا شخص اذاني واذى والدي وسمعته ومش عارف ايه، اقل حاجه لما اشوفه اتجاهله. ودي حصلت، بيب جوارديولا عملها، يورجن كلوب عملها، ناس من لاعيبه النادي الاهلي برضو عملتها، ناس من لاعيبه نادي الزمالك عملتها، سيد عبد الحفيظ قبل كده عملها، يعني مش اول واحد ولا اخر واحد. هو ما شتموش، هو تجاهله وعدى، والتاني المفروض كان يعدى الموقف وخلاص. انت عارف انت عملت ايه مع اللاعب، فما تستناش منه انه هيجي ياخدك بالاحضان مثلا. ده يا جماعة باختصار. في النهاية ما تنسوش الاشتراك في القناة، فعلوا إشعارات الكل علشان يوصلكم كل جديد. كان معكم قناة تحليلاتكم، سلام عليكم.